أهلا بكم. أنا مهدي واليوم باش نطيبوا مع بعضنا. المقرونة خلقوها الطليان، تتاكل مع الخضرة واللحومات الكل. واحنا شعملنا حطينا فيها هريسة عربي، فلفل تونسي، حمص ورشة جبن، حسيل ورديناها تحكي بالدارجة ومحرحرة. أكثر العباد ما تعرفش قواعد الوصفة هذية. الأغلبية تجي يا معجنة يا شايحة يا الصلصة متاعها حرشة. مرة كليت مقرونة باش نحكي لكم، بنة وفاح حسيلو مغرفة وراء أختها. اليوم المقرونة هذه نحب نعودها، نحب نوصل للهدف متاعي باش نوريكم وصفة مش عادية. كان تحب تعرف قواعد المقرونة التونسية تفرج فيا. أول حاجة نبدأ بها هي الحمص. الحمص البارح نفخته في الكربوناتو ليلة كاملة، ومن بعد طيبته في الماء لمدة ساعة ونص. ناخذ اللحم تاعنا نبداو باش نفوحوه، نحطوا له ملح، فلفل أكحل، ضربة فلفل أكحل باهية، ضربة زيت زيتونة، تابل، كركم، فلفل مشيح، وبالطبيعة هريسة عربي. نكملوا بطماطم معجونة ونخلطوهم. توا مهم باش نطيبوا اللحم، حلو الغاز، نعملوا رشة زيت زيتونة، ناخذوا اللحم تاعنا نحطوه في الكوكوت. لازم نحركوا اللحم نخليوه شوية ريحته تطلع شوية في الكوجينة، وما دام اللحم يتقلى ما نضيعوا حتى وقت. ناخذوا الطماطم نتاعنا. العباد اللي طيبوا المقرونة العربي كان بطماطم معجونة، انا هون نقول مشكلة مشكلة مشكلة. علاش؟ على خاطر صحيح طماطم معجونة بنينة، اما راهو مطعمها قارص برشا. لازمنا مطعم حي، لازم نجيبوا الروح نتاع المقرونة. هي حمراء لازم نحسوا الطماطم، لازم نحسوا البنة والنكهة نتاع الطماطم. دونك لازم نعملوا طماطم حية. ناخذ طماطم الحية ونقصها كعبر صغار باش هكاك تذوب في الصلصة. نحطوا الطماطم الحية متاعنا على اللحم اللي بدينا نقليو فيه. توا نصب الماء، نحط الحمص، نحطوا هكاك كامل، نزيدوا شوية طماطم معجونة. هي هوني طماطم معجونة شنو باش تعمل؟ طماطم الحية صحيح هي اللي تعطي المطعم، طماطم معجونة بتجي للصوص باش تعطيها الروح، باش تشد، باش تدور كعبة المقرونة. ريتوها كعبة الفل بطماطم معجونة. الصلصة باش تدور بكعبة الفل، تقتلها تعنقها وتعطينا نكهة هايلة. ونكملوا نزيدوا ملح، ضريبتين ملح، ونكملوها بالفلفل الأكحل. نقشروا توا الثوم، ناخذوا كعبات مزيانين. انا الثوم ما قليتوش من الاول، تقولوا لي علاش؟ صحيح برشا عباد تقليه من الاول، اما المشكله غاديكا اللي الثوم ينجم يتحرق. باش الثوم هذا يعطي النكهه نتاعو الكل لازم تحطه في الاخر. نحطوا الثوم في وسط الصلصه. انا هوني استعملت كوكوت على خاطر الكوكوت تخلي اللحم البقري يجي مروب اكثر. تويكا نخليها تطيب سواعة في الكوكوت. لازم الطماطم يدخل في وسط اللحم ومطعم اللحم يدخل في وسط الصلصة. نخلي الكوكوت تخرج الفابور متاعها قبل ما نحلوها. نحلو الكوكوت، واو ملا ريحة، لحمة مروبة ذيبة على الاخر. بالحق لحمة تتفصل وحدها. تويكا باش نجبد اللحم نحطه على جنب.
تهنينا على اللحم، نتعديو للبطاطا. الصلصة لازمها تعاود تغلي، نتفقدوا كان ينقص ملح ونعاودوا نحطوا فيها البطاطا. لازم بطاطتنا تطيب 20 دقيقة. البطاطا طابت، نشوفوا ندقوها بالسكينة. كيف السكينة تدخل بسهولة؟ معناها مريقلة. لقيت شوية فلفل. شنو باش نعمل بيه؟ خممت يا باش نقليه يا باش نحطه في الصلصة. الحقيقة إن الخير مقبل. نرمي شوية فلفل، ضربة ملح. طيبنا اللحم، البطاطا، الحمص، الفلفل. اما فما مشكل، الروسيت هي المقرونه ومازلنا ما عملناش المقرونه. بالاسف برشا عباد تغلط وتجيبها معجنه. يعني انت عملت كل شيء طياره وتجي في الاخر وتطيح. الحمد لله على الباكو مكتوب قديش لازمك تطيبها. كنت تفوت الوقت هذاك راهو بتجيك معجنه وماستا. الماء يغلي، نحطو ملح ونرميو مقروناتنا باش تتسمط. حسيلو وديتكم بمقرونه عالميه. صفيتها هي تويكا، نزيدوها تريف اللحم. شويه بطاطا، وضريبه فلفل، ومعمرنا ما ننساو الرشه جبن. نعمل ضربه اللحم ياسر مروب تري يذوب. نحس في اللحم والطماطم فرد وقت. بطاطا عالمية ما جو. حسيلو مقرونتنا ليه معجنة، ليه شيحة، وليه حارشة. العيشة مقرونة. كان عجبتك الحلقة هذه حط لايك وتابعني على الشين يوتيوب متاعي، ونتقابلوا في الحلقة الجاية. يلا.